السلام عليكم. في خبر جديد وحبيت ان انا اقول لكم عليه اول باول عشان تبقوا متابعين معانا في المراجع المصري. ان تم تأجيل الموضوع بالنسبة للمنشآت الفردية بالنسبة للتوقيع الالكتروني. تم التأجيل من قبل وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب اللي هو استاذ تقريبا خالد مرعي. ان احنا بنتكلم ان هم اجلوها من يوم 15 12 الى حين شهر 4 2023. والقرار ده كان تقريبا من اول اليوم بالنسبه للناس عشان يبقوا عارفين. للي حابب ان هو يشتغل على الموضوع ده، وقال دكتور محمد معيط ان هيتم الاجتماع بالنقابات المهنيه في الفتره الاخيره عشان يتشاوروا معاهم في موضوع التاخير بتاع التوقيع الالكتروني، وفي الموضوع الكيفيه اللي هيتعمل على اساسها البرلمان اللي هيتعمل على اساسه، والاجتماع اللي هيتعمل بين النقابات المهنيه وبين وزارة المالية عشان يعملوا بروتوكول بخصوص الجزئية الخاصة بجزئية التوقيع الإلكتروني، سواء على مستوى المنشآت الفردية أو حتى على مستوى المهنيين اللي احنا بنتكلم عليهم هنا ايه؟ بنتكلم على المحاسبين والمحامين والمهندسين والأطباء. دول أغلب المهنيين أو أشهرهم بالنسبة للجزئية دي. وعندكم برضو نقابة المهن التمثيلية، ده من ضمن برضو المهنيين. فهيتم التشاور بالنسبة للجزئية دي، وهيتم وضع بروتوكول بالنسبة للجزئية الخاصة بالنسبة للتوقيع الإلكتروني، سواء بالنسبة للنقابات المهنية أو بالنسبة للمنشآت الفردية.